ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى اما اقولكوا على وصفة باذن الله تخلي البط عندك يعني لحمته زي لحمة العجول بالظبط، لحمة حمرا كده ومش مدهنة وجميلة باذن الله. هنا بقى البط كان مستنيني، قلت بقى اطلعه بره في الطراوة على ما اعمله الوصفة الجامدة اللي تخليه بسم الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة. تعالوا بقى ما اقولكوا على الوصفة ونعملها مع بعض. هنا كنت جايبة 3 كيلو علف يا جماعة، مش بياضة، علف تسمين. البط كان عايز يخش، مش مبيحبش يقعد بره لاني مش متعود على بره. وده عيش كنت مدششاه، الفيران خارمين الشكارة، الفيران مبهدلة الدنيا ماشي. وده دشيش يا جماعة، هنخلطهم مع بعض دلوقتي هوريكم. دول 3 كيلو علف تسمين، مش علف اللي هو البياضة لان هما لسه صغيرين. الوصفة دي بإذن الله تخليهم في صحة ووزن وهتشوف الفرق. دي شيشة في ناس بتقول عليها الذرة المجروشة يا جماعة، دي بتديهم وزن كويس جدا، بتحافظ على حرارتهم، جميلة جدا وخصوصا كمان في الشتاء. بصوا هما جعانين اصلا، ما كنتش حطيت لهم اكل. هنحط لهم بقى عيش، يعني انا جبت 3 كيلو شيش على 3 كيلو رد اسمه ايه 3 كيلو شيش على 3 كيلو علف. هحط عيش بس ما نكترش العيش لان ما يخليهمش يسمنوا. العيش بيخلي البط دايما نشيط. لو البط صغير يا جماعه ما تحطوهوش ناشف، لازم يعني تحطيه في ميه ولا حاجه عشان معدته ما بتستحملش البط الصغير. وهنحط العيش. وفي انا كمان كنت جايبه العلف والدشيش من محل بقاله، مش مش محل بتاع اعلاف وكده، فما جبتش اسمه ايه ما جبتش كسر فول ولا رده. وده قشر بيض يا جماعة ممتاز، بيقوي العظام، بيخلي البيضة بتاعتهم حلوة. بتطحنيه جامد زي ما انت شايفة، بس اطحن اكتر، بس انا معرفتش اطحن اكتر من كده بجد والله العظيم. كالسيوم وبيقوي عظامهم وبيخليهم يعني ما تخلوش كبير لان ما يتعودوش ان هم ياكلوا البين. تطحنيه ويا ريت تخليه بودرة، انا ما عرفتش اخليه كده. الجردل كان صغير ففضيت العلف على الارض عشان معرفتش اقلبه. يا جماعة حطيت رشة ملح وانا كنت بحط الوز. بصوا يا جماعة حطيت رشة ملح بس نسيت اصورها خالص. في سر بقى هقول لكم عليه دلوقتي. انا حطيت لهم العلف، الخلطة دي بقى خلطتها وحطيتها في الجردل وحطيت لهم في الاكل. جبت بقى بصلاية صغيرة، شوفوا دلوقتي بصلاية صغيرة وقطعتها. البصل بيقوي المناعة، بيحارب اي بكتيريا او ديدان، بيخليهم دايما في صحة احسن. جربي والله العظيم مش هتندمي. انا جبت بصلاية صغيرة وقطعتها، يعني حطيت هنا شوية وهنا شوية وقلبتهم، مخلية الريحة اصلا في حتة تانية. وقلبه، مش هتندموا والله العظيم لو جربتوا الوصفة دي، صدقوني. هتشوفوا بقى البط دلوقتي. بصوا بقى البط ما شاء الله بياكل ازاي، مفيش واحدة سايبة يعني هيجي دلوقتي كلهم ياكلوا. مغرية الريحة اصلا، ريحة البصلة مخليها تغري.
الوصفة دي يا جماعة مش بس مش بتشبع البط، لا ده بتحافظ على صحته. هنا بقى كنت جايبة ليمونتين، كنت حطاهم على السطح بس نشفوا كده. ليمونتين في المية، وكل مكون في الوصفة دي يا جماعة مش مكلف. البيض يعني انت لو عندك عملت اي حاجة ببيض ما ترميش القشر، يعني نشفيه. انا بحطه على السطح ينشف وبطحنه. والعيش لو عندك العيش نشفيه واعملي كمية زي ما انا عاملة كده، وبعدين دششيها. هو بس العلف والدشيش اللي هتشتريه. جربوا الوصفة دي النهاردة وشوفوا الفرق في النشاط والريش بتاع البط والبيض. بس هو لسه صغير على البيض. لو انت عندك بيبيض جربي وقوليلي في التعليقات ايه رأيك. زوري بس يا جماعة وجعني. ما تنسوش يا جماعة اهم حاجة تشتركوا في القناة وتدعموني، لان انا ما بشوفش حد يدعمني خالص. وبكده نكون عملنا النهاردة وجبة متكاملة فيها طاقة وكالسيوم وفيتامينات، وجبة كده ترفع مناعتهم. وكل ده من حاجات يعني اكتريتها موجودة في البيت. يعني انت لو عندك بصلة يعني حاساها ان هي طرية بتاع، ممكن تقطعيها للبط. كل ما انت تهتمي بيه كل ما هو برضو هيديكي انتاج وهيديكي وزن. بس صدقوني الوصفة دي بجد حلوة جدا زي وصفة العجول بالظبط. تخلي اللحمة حمرا، فيش دهن، بس ما تكتريش. لو هتجيبي ردة ما تكتريش في الردة، ما تكتريش في الدشيشة، تكون اكتر من العلف مثلا. والعيش ما يكونش برضو اكتر من العلف، لان ما يخلوهمش مدهنين وكده. هنا هما كانوا فرحة يعني بياكلوا. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.